كل ما يتم خلف ظهرك يتم أمام الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور تقال في الغياب تفعل من وراء الظهر وتخفي خلف الأقنعة نوايا مغلفة بالمجاملة، بالحقد، بالحسد، وقرارات تتخذ دون علم أصحابها، وكلمات ترمى كأنها لا تسمع. لكن هل يخفى شيئا؟ قد تظن أنه لا أحد يسمعك، لا أحد يراك، لا أحد سوف يحاسبك، لكن هناك عند رب العالمين استحالة أن تسقط هذه الأمور كلها. عبارة مريحة للقلب: كل ما يتم خلف ظهرك يتم أمام الله سبحانه وتعالى، وهو يمهل ولا يهمل. في حد ظلم وسكت، واللي ينطعن في الظهر من أقرب الناس له، ونفاق تغلغل في تفاصيل العلاقات. ما يحدث خلف الظهر يرى في السماء ويعود صداه إلى الأرض يوما ما. نصيحة: اختر أن تكون نقيا في العلن والسر، لأن الراحة الحقيقية لا تأتي من رضا الناس، بل من سلام الضمير وثقة القلب بعدالة الله. والسؤال: قد مرة مريت بهالتجربة؟ خذلت سواء من أقرب الناس أو غيرهم، واكتشفت كلام ينقال في غيابك وأمور تدبر في غيابك، وشو كانت ردة الفعل؟